غير كده بصراحه ما كانش بيتطلب خالص الحاجات دي اكتر الحاجات اللي انا كنت بتسال عليها او اللي كانوا بيدوروا عليها في السي في بتاعي. هيجي يسالك على الشهاده بتاعت الكورس ده، انت اشتغلت فين قبل كده، ما يفتحش السي في بتاعك. كنت بشوف اخطاء ياما جدا في السي في اللي انا كنت بشوفها قدامي، فانا هاجي اقول لك ايه اهم الحاجات اللي انت تركز عليها في السي في بحيث تعلي من نسبه ان الشخص اللي انت بتقدم عنده او الاتش ار يفتح السي في بتاعك. انزل بلاي انترو. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. اول حاجه السي في ملهوش فورم واحده، ملهوش شكل معين لازم تمشي عليه، ولكن بيكون في بعض الداتا المعينه اللي الناس بتبقى حافظه اماكنها فبيخش يدور عليها على طول. فانا هقول لك على بعض الحاجات المهمه اللي انت لازم تركز عليها وتحطها في مكانها بحيث لما يجي حد يبص على السي في يبقى عارف هو الحاجه اللي هو عايزها هيلاقيها فين بالظبط. اول حاجه بتكون مكتوبه في اول السي في هي المعلومات الشخصيه بتاعتك او المعلومات الاساسيه اللي هي زي اسمك ورقم التليفون والايميل بتاعك والعنوان وتاريخ ميلادك. في هنا نقطتين مهمين. اول حاجه بالنسبه للعنوان بلاقي ناس كاتبه عنوان بالتفصيل اللي هو ساكن في المنطقه الفلانيه في الشارع الفلاني العماره رقم كذا. انت ما بتكتبش عنوان اللي بتاع الدليفري، انت بتكتب عنوان بسيط جدا بتكتب فيه المدينه اللي انت منها، المحافظه والمنطقه اللي انت فيها، بس كده، ما بتكتبش اكتر من كده. تاني حاجه الايميل لازم يكون فورمال، ما ينفعش الايميل يكون فيه مثلا susu@gmail.com او مثلا كابو 2020 او مثلا ساعات تلاقي واحد كاتب الاسم المستعار بتاعه. الايميل بتاعك لازم الاسم بتاعه يكون فورمال. اي حد بيلاقي ان الايميل الاسم بتاعه مش فورمال السي في بتاعك محدش بيبص له اصلا، ودي بتحصل ياما جدا، ودي من ضمن النقط الكتيره جدا اللي بتخلي ان الاتش ار ما يفتحش السي في بتاعك. فعلى قد ما تقدر خلي الايميل بتاعك الاسم بتاعه يكون فورمال. فدي كده بالنسبه لاول حاجه في السي في اللي هي المعلومات الشخصيه بتاعتك. تاني حاجه بتكتب السامري او البروفايل. هنا بتكتب نبذه بسيطه جدا عن المجال اللي انت شغال فيه، بتكتب نقطه واحده او نقطتين بالكتير عن الحاجه اللي انت شغال فيها او اللي انت بتدور عليها. يعني مثلا على سبيل المثال انا عن نفسي ممكن اكتب في السامري ان انا مثلا مهندس كهرباء شغال في الحته الفلانيه وبعرف اشتغل على برامج كذا وكذا وبس. دي بتكون ملخص بسيط جدا عنك. تاني حاجة ودي نقطة مهمة جدا وحاول تحطهم بنفس الترتيب ده، الإديوكيشن، التعليم بتاعك. بتكتب فيها انت بتخرج من كلية ايه، تخصص ايه، سنة كام، والتقدير بتاعك ايه، ولو في مشروع تخرج بتكتب اسم المشروع بتاعك والتقدير بتاعه. ده كده بالنسبة للإديوكيشن. يبقى كده أول حاجة المعلومات الأساسية بتاعتك، بعد كده السمري أو البروفايل، بعد كده الإديوكيشن. الحاجة اللي بعد كده بكتبها هي الإكسبيرينس، الخبرات بتاعتك، انت اشتغلت فين قبل كده. وهنا بتكتب من الاحدث للاقدم. وهنا بقى بتعملها ازاي؟ بتيجي مثلا تكتب المسمى الوظيفي بتاعك في شركة كذا من كذا لكذا. بتيجي مثلا تكتب ان انت شغال مثلا مدرس كمحاسب ايا يكن في المكان الفلاني ومن سنة كذا لسنة كذا. وإن أمكن ممكن تكتب تحتيها نقطتين صغيرين جدا عن دورك في المكان اللي أنت كنت شغال فيه. لو شايف إن النقطة دي مثلا هتعلي من السي في بتاعك أو شايف إن أنت كان ليك دور مهم في المكان اللي أنت فيه، فأنت ممكن تكتب نقطتين صغيرين جدا عن طبيعة شغلك أو عن الدور اللي أنت كنت شغال فيه جوه المكان ده. وزي ما قلت لك بتكتب من الأحدث للأقدم. بعد كده بقى في بعض الحاجات ما يهمش الترتيب فيها، زي مثلا إن أنت ممكن تكتب اللغات. بتشوف إيه اللغات اللي أنت بتعرفها. طبعا هتيجي طبعا تكتب اللغه العربيه، طبعا لو انت بالنسبه لك اللغه العربيه هي اللغه الام، وبتكتب المستوى بتاعك. بلاش حته اللي هو جود وفيري جود واكسلنت، حاول تستبدل الكلمات دي بكلمات بروفيشنال شويه، زي مثلا انترميديت او ابر انترميديت او نيتيف. نيتيف ده لو انت مثلا اللغه بتاعتك هي اللغه الام، او لو انت بتعرف تتكلم اللغه دي زي ما اهل اللغه دي بيتكلموها. يعني مثلا لو انت مثلا على سبيل المثال الانجليزي بتاعك كويس جدا زي اهل البلد اللي هم بيتكلموا بيها، فانت ممكن تكتب مثلا في اللغه الانجليزيه المستوى بتاعك نيتيف. فدي معناها ان انت مستواك في اللغه كويس جدا زي الناس اللي بيتكلموا اللغه دي. بعد كده ودي نقطه مهمه جدا وفي اي انترفيو لازم يدور عليها، وهي الكورسات، ويستحسن تكتبها بعد الاديوكيشن. الكورسات مهمه جدا، لازم تكتب الكورسات اللي انت خدتها ليها علاقه بالمجال بتاعك. ولازم برضو هتكتب الكورسات من الاحدث للاقدم. بالشرط يكون معاك شهاده للكورس ده. مفيش في انترفيو هتيجي تعمله هيجي يسالك على الشهاده بتاعت الكورس ده، ولكن هيجي يقول لك طبق لي عملي على الحاجه اللي انت خدتها في الكورس ده. الحاجه اللي بعد كده التريننج، انت اتدربت فين، اتدربت في شركه ايه، وبرضو نفس الكلام بتكتب من الاحدث للاقدم. كل الكلام اللي احنا قلناه ده لازم يكون موجود في اي سي في. ساعات
بتضيف حاجات زياده على السي في بتاعك. لو انت مثلا بتقدم في مكان كويس جدا، او مثلا بتقدم في مكان زي منحه او مسابقه او سفر بره، في حاجات كده بتضيفها في السي في بتاعك فبتعلي من نسبه قبولك. زي مثلا ان انت ممكن تحط السوفت سكيلز، ايه هي السكيلز اللي عندك. يعني مثلا ممكن تكتب مثلا اللي انت كويس في الليدرشيب او في الكوميونيكيشن سكيلز، شوف ايه هي السكيلز اللي انت كويس فيها واكتبها. في برضو حاجه تانية وهي اسمها accomplishment and hobbies، دي بتكتب فيها الانجازات والهوايات بتاعتك. بتشوف انت مثلا ايه الحاجات اللي انت عملتها ممكن تفرق معاك، زي مثلا ان انت مثلا اشتركت في مسابقه، او ان انت مثلا كتبت روايه، او مثلا عملت اختراع او اخدت براءه اختراع. لو شايف ان في حاجه مميزه فيك وهتعلم من حته السي في بتاعك فاكتبها. بس صراحه النقطتين دوت اللي هو السوفت سكيلز او المسابقات والهوايات ما بتكونش مهمه الا في الشركات الكويسه جدا جدا، او مثلا لو انت مقدم على منحه او مسابقه. غير كده بصراحه ما كانش بيطلب خالص الحاجات دي. برضو ممكن تزود برضو حته السيفل ورك، لو انت مثلا اتطوعت في اي منظمه فدي برضو كويسه جدا ممكن تكتبها. حاول بس اهم حاجه تركز جدا على الكورسات، لانها دي اكتر الحاجات اللي انا كنت بتسال عليها او اللي كانوا بيدوروا عليها في السي في بتاعي. وفي نقطه مهمه، لما بتيجي تعمل السي في وتبعته مثلا اونلاين، السي في لازم يكون بي دي اف، ما ينفعش يكون وورد. دي من الحاجات برضو الاخطاء اللي انا كنت بشوفها قدامي. مفيش حد بيبعت سي في وورد، لازم السي في اللي انت هتبعته يكون نسخه بي دي اف. في عندك بعض المواقع اللي ممكن تشتغل عليها وتكتب السي في بتاعك، بحيث المواقع دي بتوفر قوالب جاهزه للسي في، بتخش انت تنقي السي في اللي انت عاوزه. هسيب لك اسماء المواقع دي تحت في الوصف او في اول تعليق تحت. بس خليك عارف حاجه، ان المواقع دي بفلوس. التمبلت او القالب ده بيعمل مثلا ما يقارب $5. انت كحيان. في الفيديو اللي جاي هقول لك ازاي تقدر تعمل القالب ده على الوورد من غير ما يكون عندك اي خلفيه مسبقه عن الوورد، بطريقه سهله جدا. جينا لفقره السبيشال اندنج. الكوت اللي معايا النهارده من باولو كويلو اللي كنا اتكلمنا عنه قبل كده، بيقول لك you drown not by falling into the river but by staying submerged in it. يعني ايه الكود ده؟ الكود ده بيقول لك ان الواحد ما بيغرقش نتيجه ان هو نزل الميه، الواحد بيغرق نتيجه ان هو ساب نفسه في الميه دي. بمعنى ان الواحد لما بيكون في مشكله بيسيب نفسه مده كبيره جدا في المشكله دي. بمعنى ان الواحد لما يكون مخنوق او في مشكله كبيره عشان هو ساب نفسه وقت طويل جدا جوه المشكله دي. فعلى قد ما تقدر حاول لما تلاقي نفسك وقعت في مشكله، او هتلاقي نفسك ان انت داخل على مود كئيب، حاول على قد ما تقدر ان انت تنجز نفسك بسرعه، تحاول تطلع من الجو اللي انت فيه، تحاول ان انت تحل الموقف او المشكله اللي انت موجود فيها دي، عشان ما تلاقيش نفسك الموضوع كبر وتلاقي نفسك الموضوع ما بقتش عارف تسيطر عليه. الواحد لما يسيب الحاجه تتغلب عليه او يسيب نفسه فتره كبيره في الحاجه دي، بيلاقي ان الموضوع بعد كده كبر ومش عارف ان هو يتحكم فيه. فعلى قد ما تقدر ما تحطش نفسك في مود كئيب لوقت كبير جدا. You drown not by falling into the river but by staying submerged in it. انا خلصت.